حتى السوفت وير ليه تاثير على الانفراستراكشر. السوفت وير مش بره المعادله. فيرتشواليزيشن، كلاود، اي اي، اناليتكس، كل ده بيخلق هايلي دايناميك فاريبل لودز. بتزيد باور ديماند بيتغير بشكل عنيف، وده ضغط مباشر على اليو بي اس وعلى الكولينج وعلى عمر المعدات. انا اشتغلت في كولوكيشن داتا سنتر وكنت مسؤول عن الجزء الخاص بالعملاء، وكنت بريبورت الحمل الفعلي بتاعهم شهريا عشان تيم السيلز يحاسبهم على الباور اللي بيستهلكوها. بعدها اشتغلت في كلاود داتا سنتر والحمل كان بيزيد مع الاستهلاك، فكلنا عارفين ان الحمل الفعلي متغير بناء على السوفت وير والاستخدام اللي بيتم على الاجهزه دي. تطبيقات الاي اي والكلاود بتخلق احمال متغيره وعنيفه variable workloads. التذبذب ده بيعمل اجهاد، وده اكيد ليه تاثير على الباور والتبريد. من غير فهم البنيه التحتيه ده هيساوي ستريس على الداتا سنتر كلها. السوفت وير ممكن بناء عليه نزود الكابكس وممكن يزود الاوبكس من غير ما حد ياخد باله. هنا الالاينمنت مش رفاهيه، السوفت وير لازم يتصمم. لما نتكلم عن السوفت وير لازم ناخد في الاعتبار الباور والكولينج كاباسيتي ليميتس. مين عنده الكلمه الاخيره؟ الاي تي، الفاسيلتي، ولا البيزنس؟ الاجابه في الفيديو الجاي.